هتعمل ايه لو طلعت البرودكت بتاعك للسوق وفي الاخر ما حدش اشتراه؟ مساء الفل. إيريك ريس كتب كتاب وسماه ذا لين ستارت اب. في الكتاب بيتكلم انك مش بس تطلع فكره كويسه للبرودكت بتاعك ده كافي للنجاح، كمان محتاج خطه محكمه لتنفيذها. في فيديو النهارده هنتكلم عن جزئيه مهمه جدا اتكلم عنها إيريك في الكتاب بتاعه ذا بيلد ميجر ليرن فيدباك لوب. مهم واحنا بنخطط للمشروع بتاعنا ان احنا نكون بنفكر بالطريقه دي. اول حاجه بيلد يور برودكت. قبل ما نبدا رحله الشغل على المنتج بتاعنا ابدا فكر في الجوانب الاساسيه اللي هتحطها واللي على اساسها هتحدد نجاح الشركه بتاعتك. شوف هي اي ارخص واسرع طريقه لاختبار البرودكت بتاعك. بمجرد من الانتهاء من التصميم بتاعك حاول تعمل MVP او مينيمال فاليو برودكت. تاني حاجه ميجر كاستمر رياكشن. بعد ما تعمل MVP بتاعك لازم تجرب المنتج بتاعك على شريحه من العملاء، ولازم يكونوا من نفس الكاستمر سيجمنت اللي انت حددته في الاول. حط شروط واضحه تحدد على اساسها نجاح او فشل التجربه بتاعتك. بعد كده learn if your idea is validated. اخر خطوه هو تقييم التجربه بتاعتك. لو كانت تجربه الشريحه اللي انت اخترتها ما نجحتش دور على شريحه تانية، ودي نفس الفكره اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده في الحلقه بتاعتنا بتاعه unleash your creativity. ابدا طور في الفكره بتاعتك بيزد على الفيدباك اللي انت عمال تجمعه، ومع الوقت هتكون اكسبيرينس بشكل اقوى بيزد على التجربه دي. لكن لو الفكره بتاعتك من الاول ما لقيتش اعجاب الناس في التست اللي انت عملته يبقى للاسف هتحتاج تغير فكرتك، او ممكن يكون الشريحه اللي انت خطبتها ما كانتش مناسبه وساعتها محتاج تدور على شريحه ثانيه. السايكل دي احنا محتاجين نقعد نعيدها طول ما احنا شغالين على البرودكشن بتاع البرودكت بتاعنا، وافتكر دايما تقعد تجمع فيدباك لحد ما تبقى حاسس ان انت جاهز تنزل السوق، او زي ما بنقول ان انت تحس ان البرودكت بتاعك بقى ماركت فيت. في النهايه اي فكره ممكن يطلع منها مشروع ناجح، محتاج بس تتعلم ان انت تشتغل عليها بشكل صح. واهم نصيحه هنصحك بيها في الفيديو بتاعنا النهارده انك ما تروحش لتو اكستريمز. ما تقعدش تحافظ على الفكره بتاعتك وتقعد تقول انا مش عايز احكيها لحد عشان خاطر ما تتسرقش وفي الاخر ما تعملش بيها حاجه، ولا ان انت تروح للاكستريم الثاني وتقول ان انا هنزل بيها السوق وهي هتطور نفسها. اللين ستارت اب كتاب اتعمل عشان خاطر الموضوع ده. محتاج تقف في النص ما بين التو اكستريمز وتشتغل على التكنيك اللي احنا اتكلمنا عنه في الحلقه النهارده، ونشوفكم الحلقه الجايه.